إنا لله وإنا إليه راجعون. تفاصيل صادمة عن سقوط نجل المطرب إسماعيل الليثي من الدور العاشر. يا ترى إيه القصة وإيه سبب السقوط وإزاي المطرب إسماعيل واجه الموقف ده لما ابنه كان بياخده معاه المهرجانات، ابنه اللي كان دايما بيقول هو السند، في لحظة كده يروح منه في حادث مأساوي. انهيار المطرب الشعبي إسماعيل الليثي أثناء وصول جثمان ابنه لأداء صلاة الجنازة عليه في مسجد ناصر في إمبابة، حيث شهدت الجنازة حالة من الحزن والصدمة على وفاة الطفل الشهير بضادة. وظهر والده المطرب إسماعيل الليثي في لحظة وصول جثمان ابنه وهو في حالة من الانهيار ولا يستطيع الوقوف على قدميه. وكان سبب وفاة رضا ابن الفنان إسماعيل الليثي سقوطه من الدور العاشر أثناء تواجده في منزل جدته، الشيء الذي أدى إلى وفاته على الفور. رحم الله ضادة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دول رايح الشغل يا اسطى. فرح هتغني؟ ابو رضا اللي بيغني. انا هطبل الدرامز. هتعمل ايه؟ هطبل الدرامز. طب الدرامز؟ هتعرف؟ ايوه عارف. هو عارف؟ عارف ان انت تطبل الدرامز؟ ابو رضا انا اللي هغني عليكم دلوقتي يا جماعه. هنغني اغنيه ابو ضاده احنا سمعناها اللي في الدنيا. سألت كل ما يفرحين اللي جربكم كده بتعمل اكتر من كده الدموع من عيني ضل فيها ما بقتش عارف بس ايه. الناس بتحترم القاسي، الدنيا جرحى ومتعبة وناس كتير متعذبة شافت خلاص الناس من عمرها.